من مطبخي إيناس عباس هنعمل مع بعض الخيار المخلل اللي مفيش بيت بيخلى من إن هو عايز خيار مخلل عشان بقى سندوتشات الشاورما وسندوتشات البرجر. وكل الحاجات اللي بتحتاج جنبها خيار مخلل، حتى لو طبق فول مدمس جميل بيحتاج جنبه شوية خيار مخللين. اللي لسه ما اشتركش في قناتي على اليوتيوب يشترك ويفعل الجرس، ويدعم الفيديو بتاعي باللايك والشير. وكمان اللي لسه ما دخلش على الفيسبوك على البيج بتاعتي وعلى الجروب بتاعي باسم شيف إيناس عباس ينورني ويشرفني بالاشتراك. بصوا الخيار اهو، كل بقى اللي بيسأل اللون بتاع الخيار بيبقى عامل كده ازاي ولون المية بتاعته الجميلة دي، شوفوا معايا الفيديو للآخر وهتشوفوا ان هو مكوناته بسيطة جدا جدا. لو تلاحظوا انا ما بطلعش من البرطمان الخيار بايديا، انا جايبه الماسك كده وبستخدمه ان انا اطلع بيه الخيار علشان ما نعملش ريم ابيض على وش البرطمان بتاعنا ويعيش معانا سنة مقرمش زي الفل وجميل جدا. انا بقطع الخيار بس اللي انا هاكله وهستخدمه، انما بقيه الخيار بنشيله سليم زي ما هو. ده كده لوقت الاكل على طول جهزناه وحطيناه في الطبق، شايفين لونه جميل ازاي، والريحه بقى مش عايزه اقول لكم، يعني حاجه كده الواحد يمسك البرطمان يشرب الميه بتاعته كلها وياكل الخيار ده كله. انا جبت كيلو ونص خيار. ننقي بقى للمخلل الخيار اللي بيكون صغير، كل ما كان الخيار رفيع كل ما كان احسن بكتير من ان احنا نجيبه كبير. احنا بنشيل العنقود بس بتاع الخيار علشان يفضل مقرمش معانا لما يتخلل. ده لو هناكله في خلال شهر او شهرين. انما لو احنا عايزينه يقعد بقى سنة، كمان بنخلي الخيارة يا دوبك بنغسلها بس وما بنشيلش خالص العنقود بتاعها. انا حطيت شويه كرفس كده سلام، ما قطعتهمش لو تلاحظوا، علشان ما يبقاش كده يجي على الخيار ويضايق اللي بياكل، يبقى حتت صغيره. انما كده حتت كبيره اقدر ان انا اشيل عنقود الكرفس على طول. وجبت 4 فصوص توم هقطعهم شرايح كبيره كده. عايزه اقول لكم بقى التوم ده بيدي طعم جميل جدا جدا للخيار المخلل، وكمان لما بيتخلل مع الخيار بيبقى ليه طعم جميل جدا. احنا بناكل التوم المخلل ده بيبقى طعمه حلو قوي. المحلول الملحي بقى اللي انا هخلل فيه الخيار دي نقطة مهمة جدا. اهم حاجة يكون المية بتاعتي تكون مغلية وباردة. يعني انا باخد مية اغليها وابردها وبعدين استخدمها، او اجيب مية على طول من الفلتر، انما ما ناخدش مية من الحنفية. لكل كوباية مية كبيرة معلقة ملح كبيرة. انا دلوقتي جهزت 10 كوبايات مية كبار وحطيت عليهم كمان 10 معالق ملح كبار. وده كمون، حطيت رشة كمون كده، طبعا الخيار بيحب الكمون، بيبقى طعم المية بتاعته جميل جدا جدا جدا. وبتديله طعم مميز قوي. هنقلب بقى المحلول الملح بتاعنا ده كده ونجهزه كويس قوي، بحيث ان احنا نضمن ان الملح كله داب. لو لقيت ان انا لسه محتاجة مية وملح هبقى ازود تاني. انا دلوقتي بس عملت 10 كوبايات. ده الخيار اهو حطيناه في البرطمان، وحطيت عليه عيدان الكرفس، وحطيت عليه التوم اللي انا قطعته شرايح. هفضي بقى عليه المحلول الملحي اللي انا جهزته اهوت. طبعا المية لازم تكون باردة تماما علشان الخيار ما يتهريش مننا. ده مش مخلل خيار سريع، احنا بنعمله دوت بياخد وقته لحد ما بيتخلل اهو. لسه البرطمان فيه جزء فاضي، لازم اكمله بالميه للاخر خالص، بحيث ان انا اضمن ان كل حبات الخيار بقت غرقانه بالميه. ما ينفعش ابدا ان يبقى فيه اجزاء طالعه كده ولسه ما طلتهاش الميه. اهو ظبطت الميه بقى بتاعتي. هبدا ان انا بالمعلقه بقى كده انزل هننزل الحبات الخيار، بحيث ان احنا نضمن ان كل الحبات اهي المية جت عليها. خلاص كده البرطمان بتاعي بقى جاهز. انا بقى هغطيه وهجيب طبق يكون عميق، وهقلب البرطمان فيه كده، هخلي وش البرطمان لتحت ليلة كاملة، بحيث ان انا اضمن ان حبات الخيار اللي هتبقى فوق في البرطمان ما تعفنش ابدا وما يعملش ريم ابيض ابدا. اهو بصوا قلبته كده، هسيبه كده ليلة كاملة، وتاني يوم على طول هعدله عادي بقى يكمل بقية تخليله. انا بياخد في الوقت بتاع التخليل حوالي 5 ايام. ده بعد ما عدى 5 ايام على البرطمان، منهم ليلة البرطمان كان فيها مقلوب بالعكس. بعد ال4 ايام دول لازم نشيل الخيار بتاعنا في التلاجة. بنشيل البرطمان بالكامل في التلاجة وما بناخدش بقى كده غير الشوية اللي احنا هنستخدمهم. لو تلاحظوا برضو انا بمسك بالماسك، طلعت الخيار اللي انا عايزاه وهقفل البرطمان بتاعي، وده الخيار اللي انا هستخدمه. ما ينفعش ابدا بعد ما نقطع الخيار ونجهزه علشان الاكل يتبقى شوية خيار مننا في الطبق نقوم مرجعينهم تاني للبرطمان، لا ده كده هيخلي المخلل بتاعي يبوظ. لو اتبقى شوية في الطبق احنا بنحطه في علبة لوحده في التلاجة
ناكل منها للاستخدام السريع. انما البرطمان بناخد منه بالماسك زي ما اخدنا كده، وبنغطيه تاني ونحطه في التلاجة. بكده نضمن ان المخلل بتاعنا يبقى جميل، عمره ما يعمل ريم ابيض ابدا. ولو تلاحظوا انا ما حطيتش خل خالص على المخلل. الخيار بيتهري جدا جدا من الخل، ما ينفعش اثناء التخليل ان احنا نحط خل. الخل احنا هنرش دلوقتي رشة خل على الخيار اللي احنا هناكله، وبنقوم بقى واخدين شوية مية كده من البرطمان بتاع المخلل نرشها معاه كمان. اهو انا بحط الخل للاستخدام السريع. اهو ده الخيار اللي احنا هناكله، هقلبه بقى كده، وبكده خلاص المخلل بتاعي يبقى جاهز. وبألف هنا وشفا، ويا رب وصفاتي دايما تعجبكم وتنال رضاكم، وتابعوني دايما.